السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف شفتوا معايا في الصور غادي نديروا الفقاس. هذا الفقاس اللي كيكون بريستيج باللوز والزبيب كيجي رائع. ان شاء الله تابعوا المقادير وطريقه التحضير. اذا على بركه الله كنحتاجوا ل3 البيضات، كنحتاجوا الكاس ديال السنيده، كنحتاجوا نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال المزهر، كاس ديال الزيت، ما بين نص كاس الزيت ونص كاس الزبده. كنحتاجوا الطحينه، انا غادا ناخذ المقدار اللي نحتاج. وكنحتاجوا السكر الاسمر او اشقر والفاني وخماره. كنحتاجوا اللوز وشويه الزبيب. هذا الفقاس غندير فيه غير اللوز وشويه ديال الزبيب والدقيق حسب الخليط. كنديروا شويه الملح من طبيعه الحال. بسم الله. خويا نص كاس ما بين الزيت والزبده، نص كاس ديال الحليب، عاشقه ديال السكر اشقر صغيره، معلقه ديال الطحينه. هاد الطحينه اللي بغاها يخلي لي في الكومونتير كيفاش صايبتها نحضرها ان شاء الله. الفانيا، ساشي ديال الفاني، نص كاس ديال المزهر، ساشيه ديال الخميره، بسم الله. دابا غنبداو نديرو الدقيق ان شاء الله. كنضيفوا الدقيق غير بشويه بشويه على حسب ما تقصحش لينا العجينه. نعجنو غير بصباعنا. هذه هي العجين ديالنا. نازت ليا كيلو الا ربع ديال الفورص، ما خصناش ندلكوها على هذا الشكل هذا. شويه تكون مرخوف، ما هي قاصحه ما هي مرخوفه، يعني ما كتكون لا تلصق لا والو. دابا غنديروها في واحد الكيس بلاستيكي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. دابا بعد ما قسمنا العجين ديالنا ل4 قطع غنخليهم يرتاحوا شويه ومن بعد ان شاء الله نكملوا التتمه ان شاء الله. دابا غادي ناخذ الكره ديالنا وغادي نبداو نسرحوا الفقاس ديالنا ان شاء الله.
هنا ما نرقوش العجينه بزاف باش ما يخرجش لينا داك اللوز. بعد ما قاديناها غادي نجيبوا الاصفر ديال البيض وغادي نديروا عليه كراميل ان شاء الله. هاد الكراميل هذا اللي تيدار في لاكلاص كيجي لذيذ وزوين. وغادي ندهنوا الفقاس ديالنا. غادي نجيبوا اللوز ديالنا وغنبداو نستفوا حبه حبه. بعد ما كملنا تستاف على هذا الشكل هذا، دابا غادي نبداو نلفوا في الفقاس ديالنا بشويه بشويه. كنجيو لهاد الجوانب كنسدوهم باش ما يخرجش لينا العماره. انا هاد الفقاس ما غنديروش فيه اللوز كونكاسي، غنخليه غير هكا عادي. وغادي ندهنوه هكا ب هاد الكراميل والبيض. صافي ونستمروا ان شاء الله، نجيبوا الكره الاخرى ان شاء الله. نفس الطريقه هي ان شاء الله سنكملوا الحرابل كاملين ونتلاقاو من بعد التتمه ان شاء الله. هذا هو الفقاس ديالنا بعد ما جبدته من الفران،
كيجي على هذا الشكل هذا. للذكر انا راه دهنته بالبيض وداك الكراميل دهنته به، حيت انا كنسحب راسي كنصور، ومني جيت كنقلب الكاميرا لقيت راسي ما صورت والو. ودابا غادي نغطيه، ندير ليه واحد المنديل وندير ليه بلاستيكه باش كيبقى لينا طري وما ينشفش لينا حتى نقطعوه نخلوه كاع يباس ان شاء الله. اذا دابا بعد ما برد لينا الفقاس غادي نبداو نقطعوه ان شاء الله. ديروا شي موس يكون ناضي. اذا دابا غندخلو للفرن اللي تكون العافيه ديالو منقوصه، كيطيب على المهل، ما تيبغيش البوطه مجهده. ونتلاقاو من بعد. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وإلا نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش التعاليق زوينه بحالكم، واللي ما مشتركش في القناه يشترك باش توصلوا بكل جديد. وكنقول لكم شكرا بزاف، وكنتمنى لكم السعاده.